مبدئيا كده حابب اشكر كل الناس اللي بتشجعنا بكومنتات او لايكات. بفضل الله ثم فضلكم ودعمكم وصلنا ل25 ألف مشترك، ومنتظرين على اخر السنة نوصل القناة ل100 ألف مشترك، وبيكم بإذن الله هنعملها. دعمك هو اللي بيخلينا نكمل ونعمل فيديوهات ونرشح لعيبة، فانا حابب ان انا اشكرك فعلا من قلبي والله. وتعالى نشوف بقى حلقة النهاردة بتقول ايه. تخيل معايا كده لو خط هجومك مكون من حسين الشحات ورضا سليم وماتيوس بيكسوتو. من وجهة نظري خط هجوم متكامل فعلا، ثلاثي كل واحد فيهم عنده خصائص مش موجودة في التاني، وده هيؤدي لتنوع في هجماتك وفرصتك في التسجيل هتكون اعلى. متستغربش ان انا حاطط ماتيوس بيكسوتو وهو لسه مجاش، ممكن الادارة فعلا في اي وقت تبص على اللاعب وتجيبه، واكيد الاهلي عنده لجان الكترونية بتتابع كل الاخبار، فمهاجم زي ده باذن الله اسمه هيطرح على كولر الفترة الجاية. ولو ما تعرفش مين ماتيوس بيكسوتو، خلص الفيديو ده هتلاقيني حاطط لك على القناة فيديوهين بشرح لك مين المهاجم القناص ده. تعال نشوف بقى لو الاهلي امتلك خط الهجوم ده هيكون شكلنا عامل ازاي. انا هشرح لك كل لاعب هيكون دوره ايه والخصائص بتاع كل لاعب، واستنى برضو علشان هوريك ارقام كل واحد الموسم ده علشان تشوف خط الهجوم ده لو اجتمع في النادي الاهلي هيعمل ايه. تعال نبدأ الاول بحسين الشحات. وعموما حسين الشحات ورضا سليم عندهم خصائص زي بعض، وهنروح لرضا سليم كمان شوية. خلينا الاول كده في الشحات. الشحات مهاريا مش محتاج اكلمك عليه، لاعب مهاري بيعدي واحد على واحد، لاعب جناح بدرجة صانع العاب عالمي زيه زي بيرسي تاو، يعني مش من نوعية طاهر او كريم فؤاد. وفي الفترة الاخيرة الشحات بقى رجل المباريات الكبيرة، في المباريات الكبيرة بيسجل وبيصنع وبيدي كباري وبيشمس وبيكون مزاجه رايق خالص. هتلاعبه وينج يمين عالمي، هتلاعبه وينج شمال برضو عالمي. طب تعالى لتاني واحد وهو رضا سليم. صفقة رابحة بكل المقاييس، لاعب مسدد للكرات الثابتة على حدود ال 18 بشكل كويس، وده اللي كان ناقصنا في النادي الاهلي. طبعا علي معلول بيعملها كويس بس من الناحية اليمين، فرضا سليم مسدد للكرات الثابتة من الناحية الشمال بشكل مميز قوي. لاعب بيلعب ضربات ركنية سواء يمين او شمال، الاتنين افضل من بعض. لاعب مهاريا عالي، لو الماتش مقفول يقدر يفك لك التكتلات او يجيب لك فاولات على حدود ال 18، ودي طبعا تخلص بيها الماتش، ودي طبعا حاجة مهمة في الماتشات الكبيرة. حاسم قدام الجول، يعني انت عندك بيرسي تاو يقدر يصنع هدف ويقدر اللي هو يتحرك، بس مش حاسم قدام الجول زي رضا سليم، فدي اضافة كويسة للنادي الاهلي. لاعب بيعرف يعمل عرضيات بشكل سليم 100%، ولما يكون عندك معلول ورضا سليم الاتنين دول بالتحديد في العرضيات هيكسروا الدنيا. فاضل بس مهاجم يكون بيلعب براسه علشان يترجم كل الفرص دي وكل العرضيات. طبعا بصراحة رضا سليم لاعب اضافة كبيرة، ولاعب المباريات الكبيرة، مش بيجي في المباريات الكبيرة ومستواه بينزل، لا ده بيحضر نفسه كويس، وكلنا شفناه في مباراة حسم الدوري كان عامل اداء عالمي، وكان هو السبب بتتويج فريقه بالدوري. وتعالى بقى الأهم عنصر في التلاتة دول وهو ماتيوس بيكسوتو. ده بقى اللي هيترجم كل الشغل اللي هيتعمل من ثلاثي وسط الملعب، وبالتحديد إمام عاشور وديانج وممكن برضه السولية، وهيترجم كل العرضيات النارية اللي بيعملها معلول ورضا سليم. راس حربة ملوش حل، راسه تتلف في حرير، لاعب محطة للفريق، طوله 190 سنتي، بيعرف يحجز على كورته ويلاعب الناس. بصراحة اللاعب ده بالشكل ده والسعر ده أراهنك إنك مش هتعرف تجيب نفس البروفايل ده تاني لو إدارة النادي الأهلي ما بصتش عليه. فعلا لاعب مناسب للأهلي بدرجة كبيرة. اللاعب ده ساهم طول حياته ب50 هدف، بس أنا بقولك إن لو لعب موسمين بس مع النادي الأهلي هيوصل عدد مساهماته ل100 هدف. أتمنى الأهلي يبص عليه حتى لو مش هيتعاقد معاه، بس يبقى عرفنا إن الإدارة شافته واتعرض على كولر. ونرجع بقى لحسين الشحات. حسين عامل موسم أسطوري مع الأهلي السنة دي، وفاز بالخماسية وكان عنصر أساسي. صاحب ال31 عام عمل 11 اسيست طول الموسم ده، وما اكتفاش بكده، لا ده سجل كمان 10 اهداف مع الاهلي الموسم الحالي، علشان يوصل عدد مساهمات حسين الشحات مع الاهلي ل21 هدف في 37 مباراة، وده معدل تهديفه مميز قوي بالنسبة لواحد بيلعب جناح. اما رضا سليم الموسم ده فكان هو سوبرمان فريقه، وقدر يخطف اغلى بطولة في تاريخه من الوداد في اللحظات الاخيرة بضربة جزاء، طبعا خلصت كل حاجة. اللاعب ده انفجر مع فريقه الموسم ده وعمل 11 اسيست
رقم خرافي مش بنشوفه الا في اوروبا من لعيبه كبار. وبرضه ما اكتفاش بكده وسجل 13 هدف وكلهم اهداف حاسمه. يعني انت معاك لاعب ساهم ب 27 هدف خلال 39 مباراه، وده طبعا موسم تاريخي. رضا سليم كان لازما النادي الاهلي يتعاقد معاه فعلا، يعني ارقامه افضل من حسين الشحات وبيرسي تاو. اما التالت بقى هو ماتيوس بيكسوتو، وده ارقامه السنه دي مش افضل حاجه. يعني اللاعب في موسم 2021 كان مساهم مع فريقه ب 13 هدف خلال 27 مباراه، وساهم في موسم 2022 ب 17 هدف خلال 35 مباراه. اما الموسم الحالي فهو ساهم مع فريقه ب6 اهداف فقط خلال 21 مباراه، يعني سجل 4 اهداف وصنع 2. فلو جينا كده جمعنا التلاتة دول مع بعض هنلاقي ان التلاتة دول عاملين 27 اسيست هذا الموسم، وكمان مسجلين 27 هدف برضه. يعني الثلاثي ده مساهم ب 54 هدف. يعني انت بتتكلم في ثلاثي مرعب حرفيا. اتمنى ان الثلاثي ده يجتمع في فريقنا. وده فيديو صغير كده بشرح لك فيه الثلاثي ده. يا ريت تعمل لايك للفيديو تقديرا لتعبنا، وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الاشعارات، وما تنساش اهم حاجة بقى تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.